سلام، كيفكن؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير ورمضان كريم على الجميع. رجعت لكم من مطبخ البسيط بوصفات كتير طيبة، وخلونا نبلش بوصفة شوربة العدس الصفراء بطريقة كتير سهلة بمكونات كتير بسيطة. خلونا نبلش نعملها سوا. لوصفتنا لليوم حنحتاج بصلة، حبة بطاطا، وثلاث جزرات، مكعب من مرقة الدجاج أو من مرقة اللحم الموجودة عندكم، نص كوب من العدس الأحمر أو العدس الأصفر، هو بيسموه العدس الهندي. والبهارات اللي حنستعملها هي البابريكا، البهار الأسود، والكمون، وأكيد الملح. هون أنا غسلت الخضرة كلياتها، حتى البصل غسلته وقشرتهم وجهزتهم، وحبلش أقطع بالبصل. ما بقطعها كتير صغيرة مثل ما أنا بدي، لأنه على الحالتين حأرجع كل المكونات اللي موجودة بالطبخة حأضربهم على البلاندر، ححطهم بالبلاندر أو بالخلاط اليدوي اللي موجود عنا، وكلياتهم حينهرسوا مع بعض. بطنجرة على النار حطيت كمية صغيرة من زيت القلي كرمال بلش قلي البصلة، يعني قليتها. وهلأ عم قطع حبات البطاطا بهذا الشكل مربعات، حتى فيكم تقطعون أكبر من هيك لأنه حيتقلوا مع بعضهم، وحنرجع نضربهم بالميكسر أو الهاند بلندر المتواجدة عندكم، الخلاط اليدوي. هلأ بقلبهم كتير منيح، وهلأ بدي أقطع الجزر لمربعات. هيدي الشوربة كتير طيبة وكلياتنا ما بنستغنى عنها بسفرتنا برمضان، وحتى بالطقس الدافي بالشتاء. هون قطعت الجزر وجهزتهم، وهلأ بدي ضيفهم فوق البطاطا والبصل وقلبهم كتير منيح لياخدوا طعمات من بعض وياخدوا لون خفيف. ورجعت ضفت فوقهم العدس. انا مغسله العدس ومصفيته كتير منيح، نقيته وغسلته وصفيتهم، ورجعت ضفتهم فوقهم وقلبتهم كلياتهم مع بعض. ورجعت ضفت فوقهم مكعب مرقة الدجاج، بهرسها بهيدا الشكل. انا ما بحب رخيها بالمي، دوبها بالمي وارجع احطها فوق الشوربة. بحب اعملها هيك وقليها معهم، لانه مجرد ما تنزل المي حتذوب لحالها. هون حطيت البهارات، حطيت معلقة وسط من البابريكا الناعمة، وحطيت رشة نص المعلقة تقريبا من الكمون، وربع المعلقة من البهار الأسود، وأكيد الملح حسب الرغبة. هون قلبتهم كتير منيح للبهارات مع الخضرة اللي موجودة عندي. كتير مهم الخضرة بالشوربة، بتعطينا فوايدها وطعمتها كتير رائعة. هون رجعت زدت الملح حسب الرغبة مثل ما انتو بتحبوا، وقلبتهم سوا. اجمالا كباية العدس بتاخد 5 كبايات مي، انا حطيت نص كباية عدس، بس حطيت 5 كبايات مي لانه في عندي بطاطا وجزر. يعني الكبايتين ونص الزيادة اللي حطيتهم هني حتمتصن البطاطا والجزر لانه عندي فيهم نشويات. هون ضفت 5 كبايات من المي، وبحركهم منيح وبتركهم على النار تقريبا لمدة من 15 دقيقة ل20 دقيقة ليغلوا سوا وتستوي عندي الجزر والبطاطا. بعد 15 دقيقة طلعت عليهم ولقيتهم مستويين كتير منيح، الجزر والبطاطا والعدس كلياتهم مستويين، بس جاهزين لاني احطهم بالبلندر واخلطهم، او استعمل الخلاط اليدوي. انا ما عندي، استعملت الخلاط اللي بنستعمله للكوكتيل. نطرتها شوي صغيرة لتبرد، وهلأ بدي احطها بقلب البلندر، وبدي اضربها تقريبا، نخلطها تقريبا من دقيقة لدقيقتين لكل المكونات عندي تبطل موجودة. وهلأ الشوربة صارت عندي جاهزة، طحنت كل المكونات، البطاطا والجزر والبصل، كل شي صار مطحون عندي، وصار المزيج كتير رائع مثل ما شايفين وسلس، وكتير ناجح معي. تطلعوا كيف طالع ولونه كتير حلو.
وهلا بدي ارجع احطهم على النار تقريبا لمدة ربع ساعة ليغلوا يرجعوا. حطيت فوقهم مكعب صغير من الزبدة وقلبتهم. انا حسيت شوي بعد بدي رخيها فرجعت ضفت عليها شوي من المي، تقريبا نص كوب مي، وتركتهم ليغلوا لمدة ربع ساعة. هون عم نحرك الزبدة، وهلا بدي ارجع اضيف النص كوب من المي لانه حسيتها شوي سميكة عندي، فبدي رخيها شوي صغيرة وبتركهم ليغلوا ربع ساعة. ومن بعد ما يغلوا بتكون الشوربة عندي جاهزة. شوربة كتير طيبة بتحسس بالدفى، بنعملها كلنا بالشتوية وما بنستغنى عنها بسفرة رمضان الكريم. ان شاء الله بينعاد عليكم بألف صحة وعافية يا رب، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. بتمنى انكم تجربوها وتعطوني رأيكم بالكومنت، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو اذا عجبكم. صحتين.